مدة معينة بسبب الزلازل اللي عاشتها بلادنا الشريفة. إليكم هذه التفاصيل الإخبارية اللي وردتنا غير دابا العاجلة واللي كتهم كاع المغاربة أولياء الأمور، الآباء والأمهات ديال التلميذات وأيضا التلاميذ بأنفسهم. إليكم هذه التفاصيل، لكن قبل ما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك على قناتكم هذه باش دائما تتوصلوا بكل جديد أخبارنا المغربية. غادي نوافيكم بآخر المستجدات المتعلقة بالحالة الوضعية المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة. شكرا. والآن إلى التفاصيل. بعد الترحم على الضحايا ديالنا الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناتك، وأيضا الله يشافي المعطوبين والجرحى، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي قبل قليل والرياضة طبعا قبل قليل من مساء اليوم أنه تقرر بتنسيق مع السلطات المحلية تعليق الدراسة في الجامعات القروية والدواوير الأكثر تضررا داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، والعدد ديالها 42 جامعة موزعة بين هذه الأقاليم الثلاث حسب آخر تصريحات أو آخر الإحصائية تم إجراؤه لحد الآن ابتداء من يوم غد الاثنين 11 شتنبر الجاري. وأوضح بلاغ للوزارة توصل به موقع سيتانفو الموقر أنه سيتم العمل على إيجاد الصيغ التعليمية واللوجستيكية المحلية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ المعنيين خلال الأيام المقبلة. وغادي يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا من طرف الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية المعنية، وذلك مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والتواصل المستمر مع الأمهات والآباء